السلام عليكم ورحمة الله. نشرة الأخبار من الفضائية الإريترية، معكم فيها عبد الوهاب محمد أمان. والبدء بأهم العناوين. بدأ امتحانات الشهادة المتوسطة الوطنية داخل وخارج البلاد. إحياء اليوم العالمي لسلامة الأغذية. عقد سيمينار للمرأة في مصوع. مقتل 18 شخصا في هجوم بإقليم أوتوري بالكونغو الديمقراطية. خفر السواحل الياباني والأمريكي والفلبيني يجريان تدريبات مشتركة. إيران تعيد فتح سفارتها في السعودية بعد 7 سنوات. من العناوين إلى التفاصيل. بدأت اليوم 7 يونيو امتحانات الشهادة المتوسطة للعام الدراسي 2022-2023 في البلاد عامة، وكذلك في جدة والرياض في المملكة العربية السعودية ومدينة كسلا السودانية. ويجرى الامتحانات في 456 نقطة امتحان في مواد الرياضيات واللغة الإنجليزية والعلوم الاجتماعية والعلوم والتربية الوطنية. يجلس في هذا الامتحان أكثر من 67 ألف طالب، بينهم 48% طالبات، بالإضافة إلى 31 نزيلا في الإصلاحيات. وقد ارتفع عدد الممتحنين هذا العام بنسبة 22% عن العام السابق. ويشارك في امتحانات هذا العام 23396 طالب في الإقليم الجنوبي، و16509 في الأوسط، و12337 في القاشبركة، و8782 في عنسبة، و5009 في شمال البحر الأحمر، و9552 في جنوب البحر الأحمر، و226 في جدة والرياض، و43 في كسلا. هذا وتواصل امتحانات الشهادة المتوسطة للعام الدراسي 2022-2023 حتى الجمعة 9 يونيو. أحيت البلاد اليوم 7 يونيو اليوم العالمي لسلامة الأغذية في حفل نظم في أسمرة بتعاون وزارة الزراعة ومنظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية. وقال ممثل منظمة الصحة العالمية الدكتور فرانسيس غوموغومبي في المناسبة أن اليوم العالمي لسلامة الغذاء يتم إحيائه لمنع واكتشاف المخاطر التي تنتقل عن طريق الغذاء، موضحا بأن حوالي 600 مليون حالة من الأمراض تحدث عن طريق الأغذية غير الآمنة سنويا، ويموت ما يقدر بنحو 420 ألف شخص حول العالم كل عام بعد تناولهم أطعمة ملوثة. ويتحمل الأطفال والفئات الضعيفة عبء الأمراض المنقولة بالغذاء. ودعا لوضع جميع الأنشطة الجارية للاعتبار لأهداف التطور المستدام، مشيدا بمبادرات وزارتي الزراعة والصحة الإريترية بالتعاون مع الشركاء. وأكدت ممثلة منظمة الأغذية والزراعة في إريتريا السيدة أستير لوسبيني على أهمية اليوم العالمي لسلامة الغذاء الذي يتم احتفاؤه في إريتريا لأول مرة بالتركيز على مراحل السلسلة الغذائية. وقال المدير العام لقسم خدمات القوانين والرقابة في وزارة الزراعة السيد تخلا مسجنة إن تأمين الغذاء الآمن من أولويات الحكومة، وشرح الجهود الجارية لضمان ذلك. وذكر بأن وزارة الزراعة تقوم بجهود جادة لتعريف الشعب بأهمية سلامة الغذاء. ونظم جمعية الزراعة النقدية للمرأة عرضا في المناسبة. عقدت رئيسة الاتحاد الوطني للمرأة السيدة تقاتس فميكيل سيمينارا في مصوع يوم 6 يونيو للمرأة العاملة حول تقوية الكفاءة المهنية والتنظيم. وأشارت إلى دور المرأة الإريترية لتحقيق الاستقلال والدفاع عن السيادة، ولديها دور كبير في جهود بناء مجتمع تعمه العدالة. وقالت أن المساواة التي حققتها المرأة الإريترية بنضالاتها أكدته بالعمل التطبيقي في الاستقلال، موضحة بأن نقل القيم التي وصلت لهذا المستوى إلى الأجيال من مسؤولية عامة المجتمع.
وذكرت مشاركة المرأة الشابة في مختلف المهن تظهر نتائجها على الأرض، مؤكدة المشاركة المشرفة للمرأة الشابة لمكافحة الفقر والتنمية الاقتصادية. وأوضحت أن الاتحاد الوطني للمرأة يقوم بأنشطة اقتصادية وثقافية واجتماعية وسياسية لتحسين الحياة المعيشية للمرأة، مشيرة إلى بناء مركز مهني للمرأة في مصوع قريبا. وأكدت المشاركات في الاجتماع على أهمية السيمينارات لتقوية التطوير والتنظيم. نظمت دورة تدريبية في نابا ودبحة في 27 من مايو وحتى الأول من يونيو لرعاية المعاقين ذهنيا بهدف التعرف على المعاقين وتأطيرهم. وقدم الدكتور سيراك أفورقي والدكتور هبطوم هيلا ميكيل المشرفان على الدورة التدريبية توضيحا حول الاعتقادات والعادات البالية وتأثيرها السلبي على المعاقين ذهنيا، مشيران إلى الدور الكبير في ارتفاع الوعي لخلق أرضية جيدة لرعاية علمية للمعاقين ذهنيا. وقال عضو جمعية المعاقين ذهنيا السيدة مانييلا الحنوم أن إزالة الفهم الخاطئ للمجتمع تجاه المعاقين ذهنيا ساعد مشاركة المعاقين في محيطهم. ودعا مسؤول الخدمات الاجتماعية في مديرية نقفة السيد تسفاي إيوب المجتمع لتعزيز دوره للتعرف على مصاعب الأطفال ورعايتهم. الأخبار العالمية بعد فاصل قصير، تفضلوا بالبقاء معنا. أفاد مسؤولون محليون في الكونغو الديمقراطية بأن 18 شخصا على الأقل قتلوا في هجوم شنته ميليشيات القوات الديمقراطية المتحالفة على عدة قرى في إقليم إيطوري بجمهورية الكونغو الديمقراطية. ونقلت وسائل إعلام محلية عن مسؤولين قولهم أن ميليشيات القوات الديمقراطية المتحالفة شنت هجمات استهدفت قرى موتاي وبيكمبالي وبليزي ومكانجي في إقليم أوتاري. وكانت بعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية قد أقامت في مايو الماضي قاعدة مؤقتة لها في منطقة أولي من أجل الحد من هجمات القوات الديمقراطية المتحالفة في إقليم أوتاري التي يزعم تنظيم الدولة داعش أنها فرعه في وسط إفريقيا. وكثفت البعثة والقوات المسلحة الكونغو الديمقراطية من دورياتها المشتركة في الإقليم بعد هذه الهجمات من أجل ضمان أمن الأفراد وممتلكاتهم. أجرى خفر السواحل الياباني والأمريكي والفلبيني تدريبات مشتركة في بحر الصين الجنوبي قبالة شبه جزيرة باتان قرب العاصمة مانيلا كجزء من التدريبات البحرية الثلاثية الأولى للدول والتي بدأت قبل أيام قليلة. وقال مسؤول في خفر السواحل الفلبيني أن الدول الثلاث بحاجة إلى تعزيز التعاون البحري للمشاركة في عمليات البحث والإنقاذ والتعامل مع الاقتحام في المياه الإقليمية، حيث تعمل الصين بشكل متزايد على توسيع أنشطتها البحرية في المنطقة. وتأتي المناورات الثلاثية بحسب كويدي في الوقت الذي عززت فيه الولايات المتحدة وحليفها الرئيسي اليابان التعاون لمساعدة دول جنوب وشرق آسيا في تعزيز قدرات خفر السواحل. ونشر خفر السواحل الأمريكية السفينة ستارتوين التي يبلغ طولها 127 مترا للمشاركة في التدريبات التي استمرت أسبوعا. فتحت إيران سفارتها في العاصمة السعودية الرياض مجددا بعد قطيعة دبلوماسية بين البلدين دامت 7 سنوات. وأوفد طهران نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون القنصلية لحضور المراسيم التي شهدت أيضا مشاركة القائم بالأعمال الإيرانية حسين زرناجي. وكانت إيران قد أعلنت على لسان المتحدث باسم خارجيتها أنه سيعاد رسميا فتح سفارتها في الرياض والقنصلية العامة للجمهورية الإسلامية الإيرانية في جدة ومكتب ممثل إيران لدى منظمة التعاون الإسلامي. وبعد سنوات من الخلاف وقعت الدولتان اتفاقية مصالحة مفاجئة في الصين. وفي الآونة نفسها أعادت السعودية العلاقات مع سوريا حليفة طهران.
بلغ حجم التبادل التجاري بين الصين وروسيا في مايو أعلى مستوى له منذ فبراير 2022 حسب أرقام نشرتها الجمارك الصينية الأربعاء. وبلغت قيمة المبادلات التجارية بين البلدين الجارين 20.5 مليار دولار. وبلغت القيمة الواردات الصينية من روسيا 11.3 مليار دولار بحسب المصدر نفسه. جاء هذا في الوقت الذي أفادت فيه وسائل الإعلام الرسمية أن صادرات الصين قد تراجعت في مايو للمرة الأولى منذ فبراير لتكسر خط النمو الذي استمر شهرين مع تلاشي انتعاش ما بعد كوفيد في ثاني أكبر اقتصاد في العالم. الجدير بالذكر أن الصين تهدف لتحقيق نمو اقتصادي بنسبة 5% هذا العام بعد أن سجلت نسبة نمو بنحو 3% في العام 2022. تذكير بأهم العناوين مرة أخرى. بدأ امتحان الشهادة المتوسطة الوطنية داخل وخارج البلاد. إحياء اليوم العالمي لسلامة الغذاء. عقد سيمينار للمرأة في مصوع. مقتل 18 شخصا في هجوم بإقليم أوتاري بالكونغو الديمقراطية. خفر السواحل الياباني والأمريكي والفلبيني يجريان تدريبات مشتركة. إيران تعيد فتح سفارتها في السعودية بعد 7 سنوات. وصلنا إلى ختام النشرة التي قدمناها لكم من الفضائية الإريترية. إلى اللقاء.